السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ ازاي ذاكر انجليزي؟ هتقولي طبعا ليه الفيديو اتاخر بقى والحوارات دي. هقول لك عشان انا كنت فاكر ان المنهج لما يتغير هيتغير تغير جذري، بس لا، هو ساب كل حاجه زي ما هي، الجرامر زي ما هو بس غير محتويات الوحده نفسها. يعني الوحده مثلا كانت اول وحده بتتكلم عن الرياضه هو خلاها عن الطب، اول وحده تاني وحده كانت بتتكلم عن كذا هو خلاها عن كذا. جا جرامر هو ثابت، هو مثلا خلى جرامر الوحده الاولى خلاها الوحده الخامسه، وجرامر الوحده الثالثه خلاه جرامر الوحده الثانيه. فاهم؟ قعد يقلب. كتغيرات جذريه حصلت في المنهج، لا مفيش تغيرات جذريه، ممكن بس القصه غيرها، بدل بيب وستيلا خلاها كاونت اوف مونte كريستو. ملخص القصه في 30 ثانيه، ده واحد اسمه ادموند شغال مع البحاره بقى، قراصنه في البحر والحوارات دي، تمام، تجاره. القبطان بتاع السفن كان هيموت، فهو كان اللي هيمسك بعديه، هو الناس مش عايزاه يمسك بعديه، تمام، فلفقوا له تهمه. الحوار بيدور ايام الاسكندر الاكبر عموما، لفقوا له تهمه، اتسجن، هيتسجن كتير قوي من عمره، تمام. وبعدين يقابل راهب جوه، اي يقول له مكان كنز، فالراهب يموت معاه في السجن، وبعدين لما يخرج يلاقي الكنز، اوبا اختنى، هينتقم من الناس القديمه بتاعته اللي هم لفقوا له التهمه عشان ما يمسكش قبطان السفينه. وبس كده خلاص القصه خلصت. طبعا كان بيحب واحده اسمها مرسيدس، مش لوحده عموما، يعني اللي بيحب مرسيدس ما علينا. كان بيحب واحده اسمها مرسيدس، بس برضو زي بيب وستيلا كده ما اتجوزهاش برضو في الاخر، لان الظروف كده ما سمحتلوش بقى والحوارات. تمام، كان بقى اسئله، هو ما غيرش اي حاجه، هو ممكن يكون زود اسئله اللي هو الريرايت. الريرايت اوريدي كان موجود اصلا في اولى وثانيه وثالثه اعدادي، لو انت تفتكر الريرايت اللي هو مثلا يقول لك خلي الجمله دي بصيغه الغائب، فانت تقول له هي سيد مش عارف ايه ما بين قوسين، فتقوم شايل الاقواس وتغيرها له، فاهم؟ عموما ما تقلقش، عشان الحوار ده انت هتتدرب عليه وكل الكتب هتهرسه قدام، فما تقلقش بقى وتقول لا الدنيا صعبت، ده حظي لما دخلت ثانويه عامه. فكك من الحوارات دي وذاكر واعمل اللي عليك بقى، ما تقرفناش. وفي برضه سؤال فايند ذا ميستيك، السؤال ده هيعتمد على الجرامر عموما، هو والري رايت هيعتمد ان انت تكون فاهم جرامر، ما تبصمكش جرامر بقى زي المدرسين احفظ القاعده كده ما تتناقش، لا بص تكون فاهم القاعده عشان تعرف تجاوب اسئله زي دي، ده اساسي. وفي برضو حوار الباراجراف، خلاها بدل 6 جمل او 8 جمل لما كانت بتتكتب على ايامنا، لا خلاها 180 كلمه، رجعها بقى ولا حوار اعدادي كان 180 ل 200 كلمه والحوارات دي. هو اوريدي في النموذج الاستشهادي نازل في 200 كلمه وفي 6 باراجراف او تكتب مقال، في بقى 6 جمل او تكتب 180 كلمه، عموما مش فارقه يعني، انت كده كده هتتدرب على الاثنين. وردا على سؤالين قبل ما نكمل، اول حاجه في ناس بتقول ان الامتحان هيبقى 80 سؤال لانه بقى ب 60 درجه ومش عارف ايه، فده هيزيد وده هيزيد، مفيش حاجه اسمها كده يا قلبي. الامتحان استحاله يكون 80 سؤال، استحاله، تمام. مفيش حاجه اسمها سؤال هيبقى بنص درجه وسؤال بربع درجه، السؤال الري رايت ده ممكن يبقى بدرجتين اساسا يعني، فاهم؟ استحاله يكون 80 سؤال. ففكك بقى ايه ده، هحل 80 سؤال ازاي في 3 ساعات، هيخلوها 4 بقى ولا ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده. تاني سؤال، بالنسبه للناس اللي مأجله من 25 ل 26، هل هياخدوا منهج 26 ولا هياخدوا منهجهم؟ محدش يعرف، الوزاره ما ردتش، بس انا كمعاذ يعني المفروض انت بتاخد منهجك، بس بقى بيقول لك الوزاره لغت التعاقد مع الكتاب القديم فما ينفعش ياخدوا المنهج، فهياخدوا المنهج الجديد، انا ما اعرفش. فلما الوزاره تبقى ترد يبقى اسال، غير كده ما تقعدش تكتب بقى في كل حته هاخد منهجي ولا منهج القديم، هاخد المنهج ولا منهج الجديد، مش عارف ايه، محدش عارف، تمام، فاستنى كلام الوزاره. تاني حاجه معانا وهي طريقه المذاكره، هتقول لي بقى اذاكر ايه ولا اهتم بايه؟ اول حاجه الكلمات، لان اساسا اعتماد الانجليزي في الاول والاخر على الكلمات، قطع، باراجرافات، جمل، عبارات، معاني، مضادات، كله كلمات. لازم بص انت، انا عايزك تمسك الدرسين كده تحفظ الكلمات. هتقول لي بحفظها وبنساها بعدها، طب ما اي حد كده، ده انت كده طبيعي جدا، ما انت هتنساها وتذاكرها تاني، تنساها وتذاكرها تاني، هتفضل، ما انت بتعمل ايه طول السنه عشان تفضل تحفظ وتنسى، تذاكر، تعمل، تحل، تمتحن، تخش؟ طب ماشي، فاهمني؟ دي اول حاجه، الكلمات لازم تكون صاممها. هتصمها ازاي بقى؟ شوف انت بتكتبها، بتحفظها شفوي، بتعيدها كذا مره، شوف انت بتحفظها ازاي، بس لازم تكون حافظها. بالنسبه للجرامر، طريقه مذاكره الجرامر كان زمان ممكن اقول لك ان انت تطبق عليه كتير وتحل وتسوي وتعمل، بس اول حاجه انت المفروض تمسك قاعده وتفهمها. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان سؤال الري رايت وسؤال الفاين ذا ميستيك اللي نزل جديد، فانت لازم تكون فاهم القاعده رايحه فين، تعمل ايه، بكتب ازاي، بسوي ازاي، بحل ازاي، لازم تكون فاهم القاعده، فاهم؟ تحفظ القاعده كده، ما انت اساس هتبني الفهم على حفظ، فاهمني؟ فتكون حافظ القاعده كده، القاعده بتقول ايه، يا ترى شواذ القاعده رايحه فين، بعمل ايه لو حصل كذا، بعمل ايه لو حصل كذا. وده بيعتمد يعني على نوعا ما على الاستاذ بتاعك، هل هو بيعرف يشرح جرامر ولا بيبصمجهولك ولا بيعمل ايه، وهنيجي قدام. تالت حاجه وهي القصه، هي قصه عامه اسئلتها مش هتختلف عن بيب وجوارديولا ولا بيب وستيلا، ما علينا، مش هتختلف عن اسئله اللي كانت موجوده مثلا اللي هي كاونت اوف مونte كريستو، هي دايما الاسئله بتبقى تفكير نقدي، فانا عايزك تكون عارف القصه ماشيه ازاي، احداثها ماشيه ازاي. اهم الاحداث ممكن تكون عارفها، بس هو كده كده ما يسالكش عن احداث، بيجي يقول لك بقى ايه رايك لو حصل كذا، ايه رايك في كذا، فالقصه امرها بسيط يعني، عامله زي قصه العربي برضو بيبقى امرها بسيط نوعا ما. رابع حاجه وهي بقى الباراجرافات، الكتابه، ما انا قلت لك انت كده كده هتتمرن على اللي انت تكتب 200 كلمه، انت مش هتتمرن مثلا ان هو يجي يقول لك 6 جمل تقول يا رب يجي 6 جمل بدل 200 كلمه، لا انت كده كده بتتمرن على الاسوأ عشان لو جت ما يحصلش دروب ولا تقول انا انقص كتير ولا انا اعمل ايه. خامس واخر حاجه وهي قطع الحل، هتقول لي بقى انا المفروض بحلها ازاي؟ هي عموما ملهاش طرق حل،
ما لهاش طريقه حل ثابته، بس انت مثلا بتجيب القطعه اهي عليها 6 اسئله او 12 سؤال وات، انت بتقرا القطعه وتنزل تحل اسئله. غلطت في 6، غلطت فيهم كلهم، غلطت في نصهم، انا عايزك تنزل تشوف انت غلطت ليه. هل غلطت عشان انت ما فهمتش الكلمه دي مثلا في موقعها، انت كده حصلت اللغويه ناقصه؟ هل انت مثلا ما كنتش عارف مضاد دي؟ هل انت مثلا فهمت الجمله غلط، مثلا ترجمتها حرف فمش فاهم؟ هل انت مثلا غفلت كلمه في النص، مش مركز، ما قريتش سطر، كسلت تقرا للاخر فالاجابه اثرت معاك؟ انا عايزك تكون بتتعلم دايما انت غلطان في ايه، تطور من نفسك. ما تخشش تقول لي بقى ده انا جايب كتاب مثلا جيم جايبه قطعه بس، هفرتك القطعه، كل مثلا قطعه تغلط لي فيها 5 اغلاط، 5 5 4 3 6 7، وتقول لي بقى في الاخر قرب الامتحان انا حليت 250 قطعه. طب انا استفدت ايه؟ انت هتقول لي يا رب وربنا ما يضيع تعبي. هو عموما ممكن يضيعه عادي، ما هو انت كده انت بتحل وخلاص، انت مش مستفيد اي حاجه ولا بتطور من نفسك ولا بتعمل اي حاجه، فاهم؟ فما تزعلش لو ما عرفتش تحل اخر السنه، فلازم تكون بتتعلم من اغلاطك، وده الهدف الاول والاساسي من ان انت تحل. او امتحانات الدروس اما مثلا المستر يعمل لك امتحان، ما انت لازم تكون عارف انت بتغلط في ايه. مش يا حيلتي ما شاء الله 50، ايه ده انا جايب كام؟ جايب 40، غلطت في ايه في ال10 دول؟ اشوفهم؟ لا خلاص اركن، هطور نفسي المره الجايه. ما انت مش عارف انت غلطت في ايه، هتطور نفسك على اساس ايه اساسا؟ فاهمني؟ فلازم تكون بتتعلم من اغلاطك. نيجي في الكتب، وكتب الانجليزي مش هتاثر معاك عموما، لان كتب الانجليزي كلها بتجود. يعني ممكن يكون اصحهم كتاب جيم والمعاصر، باقي الكتب كلها بتجود بقى. ماي نيو فريند، العمالقه، مش عارف ذا مش عارف ايه، ذا مش عارف، كلهم بيجودوا عموما. ليه؟ فاهم؟ عشان الانجليزي عامل زي العربي، بيبقى كلها بقى متحرر، فكلهم بيقعدوا يجودوا في الكلمات، في الجرامر، مش عارف ايه. فشوف المدرس بتاعك هيقول لك هات كتاب ايه وامشي وراه، ما تقعدش تجود انت كمان، كل كتب بتجود عموما. بالنسبه بقى للمدرسين الانجليزي برضه مش هنختلف عليهم، لان غالبيتهم برضه بيجودوا. عندك بقى مس مي مجدي، مستر عبد الحميد حامد، عبقري اللغه انجليشاوي. عموما مس مي مجدي اكتر واحده مهتمه باليوتيوب، فانت مثلا لو في يوم من الايام اتزنقت ولا حاجه هتلاقيك مثلا هتلاقيها منزله لك مراجعه على اليوتيوب، مثلا لما اول وحدتين، لما نص المنهج، حل كتاب كذا على اليوتيوب، فهي مهتمه باليوتيوب جامد، ودي نقطه تحسب لها الصراحه. بالنسبه برضه مستر عبد الحميد حامد بيعمل نفس الحركه. بالنسبه للانجليشاوي عموما في ناس كتير بتشكر فيه عموما، يعني انا بشوفه ان احيانا، بص انا بقول لك في وشك اهو، انا بشوفه بيجود كتير قوي في حوار الجرامر والكلمات. الناس طبعا بتحبه، انا مش عارف ليه الناس بتقدره وتحبه، هل عنده مثلا لان عنده مليون مشترك على اليوتيوب؟ الله اعلم، ما علينا. ففي ناس كتير بتشكر فيه وتقول عليه شاطر، تمام، انتوا صح. انت بقى هتقول لي انا بنصحك من مين؟ عموما انت عندك انجليشاوي عبد الحميد حامد، مس مي مجدي، عبقري اللغه. هتقول لي اخد مع مين؟ هقول لك بالترتيب ده، او شوف مدرس قريب ليك، مستر، مش شرط يا عم اونلاين، انا اصلا بكره ان انت تاخد لغات اونلاين. تمام كده كده كلهم بيجودوا في الكتب بتاعهم، ده يقعد يقول لك انا هزود لك كلمات، هزود لك كلمات، هزود لك جرامر، هتيجي ما تجيش، هتيجي ما تجيش. انت عارف بقى كلهم بقى يقعدوا ايه، يجودوا. تيجي امتحان اخر السنه، جيم التجويد اللي هو عامله، الله، هيقرفنا بقى حرفيا. لا هو هيقرفنا بقى ويقول لك انا صح وانا. انت عارف بقى لو ما جاتش هقول لك الامتحان متحرر يا عم عادي، فاهم؟ فانت في الاول والاخر تجاره، هو مش هيفرق بالنسبه له انت جبت ما جبتش، هيقوم منزل لك اللوحه الجميله بتاعتك، يقول لك انت من الاوائل بتوعي، وده ينزل لك، هتكون واخد مثلا عند مس مي مجدي وانجليشاوي، ده ينزل لك واتنين ينزل لك. فخد عند المدرس اللي يريحك. يعني انا مثلا كنت في بنا كنت باخد عند مستر ابي الشافعي، لو انت في بنا خد عند مستر ابي الشافعي، ده انا اضمنه عادي، انا فاهم، استاذي كنت باخد عنده. فما تفكرش كتير، لان كده كده كلهم بيجودوا والكتب بتجود. انا ما بغلطش في حد من المدرسين، فاهم؟ كلهم شكل بعض في الاول والاخر. انا قلت لك اللي هيفرق مثلا شرح الجرامر، عشان ما تخش تقول لي في التعليقات لا انت ازاي تغلط في ده عمك وعم عيالك، هو بيعمل ملايين وانت بتصور من فوق السطح. يا عم ماشي، يلا نتعشى مع بعض بقى جبنه عبور لاند وبس كده خلاص. دي النصايح اللي انا كنت ممكن اقدمها لك. السلام عليكم.